كان هناك قط رمادي يدعى مشاكس، يعيش في حي هادئ ويبدو لطيفا في نظر الجميع. لكن ما لا يعرفه أحد هو أن مشاكس كان قطا ذكيا جدا وسارقا ماهرا. كل صباح يتسلل بهدوء بين البيوت، يقفز بخفة فوق الأسوار ويخدع هدفه بعناية. مرة يسرق قطعة سمك من المطبخ، ومرة يخطف قطعة جبن من المتجر الصغير دون أن يصدر أي صوت. كان يمشي وكأن خطواته همس. في أحد الأيام قرر مشاكس سرقة شيء مختلف. دخل منزلا ووجد طفلا نائما وبجانبه صندوق طعام مفتوح. اقترب القط ببطء، لكنه رأى ورقة كتب عليها: هذا الطعام لقط جائع في الشارع. توقف مشاكس، شعر بشيء غريب في قلبه. ترك الطعام مكانه وخرج بهدوء. منذ ذلك اليوم تغير مشاكس، ولم يعد يسرق إلا ليأخذ بقايا الطعام ويوزعها على القطط الجائعة. وهكذا تحول القط السارق إلى قط طيب بطل في الحي، لكن دون أن يعرف أحد سره.